السلام عليكم. طبعا اليوم قاموا جاني طلبات وصللي قالوا لي خلي الأحمر بالمي، خلينا نشوفه شلون يتفتح. قررت اليوم أسوي لكم هذا الفيديو. جبت شكو فص شوية كبير وقوي، راح أخليه بالمي حتى أشوفكم شلون راح يتفتح. طبعا هذا الأحمر كلش كان صلب حتى أني ما أقدر أقرطه، فقلت خلي أسويه بالمي حتى يصير مقرمش وأقدر أصور لكم بيه. بس هنا أنا شوية غلطت غلطة إنه نقعته بمي بارد وجوه بارد، مفروض أنقعه بمي حار. هسه راح انتظره. هنا طبعا ورا ما انتظرته قام يتفتح شوي شوية. هاي طبعا ورا ربع ساعة. هسه قمت أطلع اللي يتفتح، قمت أطلعه وأخليه على صفحة حتى أرد أنشفه. طبعا مو كله يتفتح لأن قلتلكم أنا منقعته مي بارد، المفروض أنقعه مي حار، فقسم من عنده يتفتح وقسم بعده يراد له يعني وقت حتى يتفتح. والشعور ما يحتاج أحكي لكم عليه من انتو قاعد تلعبون بالطين، والريحة مالته يعني استمتاع مو طبيعي. بالأخص الشي الثاني من أشيله بيديها كلش حلو الشعور. هنا قام يتفتح وأشيله وأخليه بغير مكان. راح كله أسوي بنفس الطريقة، وبس ينشف راح أرد أرجع لكم وأشوفكم من أطلعه كله وأجمعه بمكان واحد. راح أرد أشوفكم إياه. هسه بعد ما كله طلعته من المي خليته بالصينية، وهاي هيجي صار شكله وحجمه اللي أني ردته. طبعا تقدرون انتو تظلون تخلوه بالمي حسب الحجم اللي تريدوه. وهاي ثاني يوم نشف، خليته على الشمس، بعدين نزلته خليته على حرارة الصوبة ياخذ بعد أكثر ينشف. ورا ما نشف ثاني يوم صورت لكم إياه، صار بهذا القرمشة مالته. طبعا صارت كلش حلوة ولطيفة، طعمها صار بعد أطيب، وتقدرون تقرطوه بسهولة مو مثل قبل كان صلب ما يقدرون أصلا أقرطه. فصار هسه قطع صغار، عبالك فستق وقاعد يتقرمش بالحليب كلش حلو. هسه راح اخذكم كم قطعة حتى تشوفون القرمشة مالته.